هلو حبيباتي، وش راكم؟ جرى تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم كامل، مرحبا بكامل متابعيني الجدد والكم معايا. نقول لكم مرحبا بكم في فيديوهاتي، ان شاء الله تنال اعجابكم قناتي، وان شاء الله نتمنى منكم تدعموني. جيتكم على بالي باللي طولت عليكم، لكن ما جيتكمش هكاك، جيتكم فيديوهات شابين ان شاء الله ينالوا اعجابكم. فيديو اليوم راح نديكم معايا جولة كما راكم تشوفوا في شوارع الجزائر العاصمة في الطريق، وبعدها راح نروحوا نديكم ثاني جولة في الجولة في البحر في السفينة تاع سيرايدي، ونعطيكم رأيي فيها ونعطيكم البري وكامل المعلومات عليها. تابعوا الفيديو حتى الأخير، راح ينال إعجابكم وراح تستفادوا منه كامل. ولهنا كما راكم تشوفوا وصلنا للبارك، راح نحطوا الطاكسي هنايا، ومن بعد نروحوا ونمشيو شويه ومش بعيده بزاف على المحطه البحريه اللي راح نركبوا فيها السفينه تاع سيرايدي، ماشي بعيده بزاف على هذا الباركينغ. راح نحطوا فيها الطاكسي هنايا، وبعد هنا كما راكم تشوفوا انا نمشيو. هي فيها شويه مشيه لكن مش بعيده بزاف. هنا كما راكم تشوفوا وصلنا للمحطة هذه من برا. هذه المحطة كنا راح نركبوا من ساحة الشهداء، راح يديونا رحلة للصابلات. لهنا كما راكم تشوفوا هنايا الدخلة تاعنا هكا تجي وما تشريو التيكيات. طبعا التذاكر راح تكون 20,000 آلي و20,000 روتور. تسلكوا نتوما الالي، من بعد كي توصلوا لهيه راح نوريكم طبعا منين تشريو تاع الروتور. اللي تحب طبعا هنا داروا هذا البروغرام، اللي يحب مثلا اللي يحب يبقى في الصابلات وما يوليش وهذا الرحله ما تطولش بزاف في الصابلات، ونعطيكم رايي فيها. بالنسبه للسفينه هايله البنات، نظيفة وفيها كلش كما راكم تشوفوا هنا، فيها الجي، الماء، الحليب، القلوس، فيها وين يديروا لكم القهوة، وفيها تواليت حاشاكم للنساء وللرجال. ولهنا كما راكم تشوفوا راني نوريكم مقتطفات من البحر. كما قلت لكم نعطيكم رأيي فيها الصريح، اللي عجبني فيها واللي ما عجبنيش فيها. كما قلت لكم اللي عجبني فيها انها نقية، وفيها القهوة، فيها الملتزمات ديالك، ما فيها شوين تتغدى، ولا اللي كان داير حسابه يجي ياكل فيها ولا ما فيهاش. فيها التواليت، لكن اللي ما عجبتنيش فيها كما قلت لكم، اللي ما عجبتنيش فيها انها يخليكم غير في الجزء اللي فيه المغلوق، يعني ما فيه غير النوافذ، ما يخليكش تطلعي للسطح حتى توصلي للصابلات. يخليوك تطلعي 5 دقائق ولا وبالعشان ويزربوك، وما عجبتنيش المعامله تاعهم بزاف. كما قلت لكم يزربوك وما يخليكش ديري فيديوهات ملاح هكا ولا تصور على راحتك. ما عجبتنيش كما قلت لكم المعامله بزاف. واللي هنا كما راكم تشوفوا هنا وين تشريو التيكيات تاع الروتور، وهذيك على الاغلب نورمالمون قهوه تكون، خاطر ما هبطتش انا ما نكتبش عليكم ديريكتومون
السفينة. وهذا هو البروبلم اللي صارنا، انه كي ما هبطناش احنا مش فاهمين نورمالمون في الروتور نبقى في السفينة حتى نولو ونبعثو غير شخص من العائلة يروح يشرينا التيكية تاع الروتور ويعاود يطلع ونعاودو نولو، خير من نهبطو ونقعدو في هذيك الشمس. لكن راح بابا يشري في التيكية تاع الروتور، كي عاود ولا وعاود حب يطلع ما خلاوش يطلع. حتى هادو قال لهم باللي عندي لا فامي داخل كيفاه ما نعاودش نطلع. قالوا له دوك نهبطوهم وتعاود تهبط تقعد في هذيك الشمس تستنى، وحنايا نورمالمون نبقى في السفينة عادي تاع الروتور نستناو بعد نعاود نولو. لكن هما قالوا لنا نو لازم تهبطوا. ما عجبتنيش التعامل مع كما قلت لكم المعاملة ما عجبتنيش في هذه الجهة. من بعد حتى هبط واحد صدفة من المسؤولين اللي في السفينة كثر خيره، قال له خليه يفوت نورمال، وإحنا ما هبطناش يعني. إلى هنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، إن شاء الله ينال إعجابكم. ولي مازالت مشتركتش في القناة نقول لكم اشتركوا في القناة مش راح تندموا، والمشاهدة ممتعة للجميع، وباي.